ما رح تصدقوا شو لقيت بمدينة جدة بالسعودية. في مكتبة بتتحكم فيك بلا ما تحس. أول ما تفوت حاطين عطر موحد بكل الفروع، مع الوقت مجرد ما تشم هالريحة بتحس حالك فايت على ذكريات. تاني حركة ذكية كتير، الأرضية معمولة سوفت فلورينج لتمتص الصوت وتريح المشي، بس المفاجأة انهم طيبعين اللوجو عليها بحجمين، بالممرات حجمه صغير ليعطي إحساس حركة، أما بقسم الكتب حجمه أكبر. هالطريقة بتعطي باللاوعي شعور تثبيت، يعني رح توقف وتاخد وقتك أكتر قدام الكتب. وكمان توزيع الأقسام بالمكتبة كتير مدروس. على الدخلة حاطين قسم الإلكترونيات لأن طاقتك بتكون بعدها عالية، ومن بعدها القرطاسية لأن الوتيرة بتصير أهدى شوي، وبالأخير الكتب بالطابق الثاني أهدى منطقة بالمكان. هيدا التدرج بين النشاط والهدوء بينقلك من حالة لحالة بلا ما تحس. وبقسم الكتب معتمدين الرفوف الواطية ليضل نظرك مفتوح بين الأقسام، هيك ما بتحس حالك بممرات ضيقة وبتنجذب تمشي لعند أي رف بيشدك. أما زون القراءة مخصصين كراسي مريحة لتناسب شكل الجسم، لأن لما ترتاح بتقعد أكتر وهيك بتصير تتصفح كتب أكتر، خصوصا مع الواجهات الإزاز الكبيرة والضوء الطبيعي اللي بيعطي إحساس إنه المكان مفتوح. وحتى الإضاءة عاملين لكل قسم مزاجه الخاص، يعني بقسم الكتب هادية ومريحة، وبالإلكترونيات أقوى وأنشط، هيك ما بيصير في تعب أبدا للعين. فعلا هالمكتبة منها عادية، صممت هندسة شعور لتخليك ترتاح بكل الطرق وترجع مرة تانية لعندها.